مش هرن على النيوتريشنست الساعه 12 بالليل، بس شات جي بي تي موجود 24 ساعه ما بيزهقش. فهو بيقول لك لا انا خلاص انا هروح اسال ماشين it will never judge me. كنت عايز اعرف ايه اخر مره استخدمت فيها الاي اي. بس ده مش ملوش علاقه بان هو بيقرا الكود بتاعك، بيقرا الكود بتاعك ده باي ديفولت بيحصل كده كده. بس كود الاي او اس الكويس في الانترنت مش كتير. ما تبداش التاسك لما تكون فاهم انت عايز ايه. بس ستيل هو نفسه ممكن يكون ما اتعلمش. بس هو مفيش جارانتيز على ده. اتس ا هيوج نيورال نتورك عامله ومشي ومحدش فاهم اللي هو يقول لك هو ده الفايل بقى اللي فيه الحل. وعلى الاقل هو بيساعدك كمان ان انت تبقى عارف تساعده. كتير جدا اتسال سؤال اقول جود كويستشن بس اي هاف نو ايديا. مساء الخير، انا احمد عماد وده بودكاست الكودكاست. النهارده هنتكلم عن موضوع منتشر جدا الفتره اللي فاتت، بس هو مش منتشر في مجال الموبايل ديفلوبمنت، وهو فكره انك ازاي تستخدم الاي اي في ديفلوبمنت بشكل يومي. فاللي هيكلمنا عن ده باشمهندس بيستخدمه بشكل يومي، عنده خبره كبيره فيه. فمعانا باشمهندس طارق صبري. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايه الاخبار؟ الحمد لله. اخبارك انت ايه؟ طيب ممكن قبل ما نبدا تعرفنا وتعرف الناس بيك الاول؟ تمام. انا اسمي طارق صبري، انا ستاف اي او اس انجينير كارنتلي في بروكور. انا شغال اي او اس بقالي حوالي 8 او 9 سنين، وبشكل عام انا شغال في المجال البروجرامينج بقالي فوق ال 14 سنه. اشتغلت في ويب ديفلوبمنت وموبايل ديفلوبمنت وديسكتوب ابلكيشن ديفلوبمنت، بس ريسنتلي يعني الفوكس بتاعي كان اكتر على الموبايل. وحاليا زي ما قلت كده بالظبط انا شغال بروكو ستاف انجينير في شركه بروكور. اوكي. النهارده زي ما قلنا احنا هنتكلم عن الاي اي هنتكلم عنه بكل تفاصيله. بس قبل ما نبدا عايزك تقول لي انت اول مره استخدمت فيها الاي اي بشكل عام حتى لو بشكل بسيط كان في ايه بالظبط؟ والله انا كده بالنسبه لي انا بستخدم شات جي بي تي حتى قبل هوكت الاي اي المنتشره حاليا. من اول ما كان حتى مش افيلبل في مصر. يعني انا عملت ساين اب على شات جي بي تي برقم امريكي اساسا. انا كنت فاسينيتد شويه بفكره ان في حاجه بتجنريت تكست وتقدر تفهمك. طبعا هي مور اور ليس هي توكن جنريتور، بس هي ستيل عندها شويه كونكتنج دوتس كده. واز التايم ادفانسد المودلز بقت احسن واحسن، يعني I'm using it on daily basis now. يعني الموضوع مش ما عادش فيه ان هو ما فيش يوم بيعدي من غير ما استخدم اي اي. صح. فبدايتي خالص كانت اصلا مع تشات جي بي تي. كنت بستخدم تشات جي بي تي بديبج مع تشات جي بي تي في الشات انترفيس بتاعته. اوكي. طيب كنت بتستخدمه في الديفلوبمنت بس ولا كنت يعني في ناس انا اصلا بشوف دلوقتي حاجات فكره ان حد بيدخل يتكلم بقى معاه في حياته الشخصيه والكلام ده، فهل انت كنت بتستخدم الجانب ده ولا فكره ديفلوبمنت بس؟ بص اقول لك على حاجه، هو مش لدرجه حياه شخصيه، لان برضو في كده ثين لاين بتوين sanity and insanity. فالفكره كلها ان انت برضو محتاج تكون عارف انت بتتكلمه في ايه. انا مثلا واحد شويه بهتم باكلي، بهتم بنظام الجيم بتاعي والكلام ده كله، فمشغله في تشات نيوتريشنست، في تشات تاني جيم كوتش. طبعا ده مش ريبليس الاكشوال بيبل اللي انا بكونسلت معاهم في الحياه. صح. بس هما بالفكره كلها ان انا لو عايز مثلا اكل حاجه بالليل ومش عارف ينفع اكلها ولا لا، مش هرن على النيوتريشنست الساعه 12 بالليل، بس شات جي بي تي موجود 24 ساعه ما بيزهقش، بيرد في اي وقت. بس فدي الفكره. حته ان هو هي ريبليس او لا دي هنجيلها بعدين عشان دي نقطه مهمه نتكلم فيها. بس كنت عايز اعرف ايه اخر مره استخدمت فيها الاي اي؟ اخر مثلا فيها الاي اي على مستوى البيرسونال ولا مستوى الكل؟ اي حاجه يعني تقول اخر مره. الاي اي ده امبارح بالليل يا فاهم. يعني كنت لسه يعني بشوف ريكويرمنتس لحاجه. فعملت كنت بتكلم مع تشات جي بي تي قبل ما انام. فالموضوع مش مجرد ان انا مره كل في، لا ده اتس اون ديلي بيزس. اوكي. طيب انت كتجربه شخصيه شايف ان ده اثر معاك ان هو بالسلب ولا بالايجاب؟ هقول لك حاجه يعني برضو عشان بس نكون ناس واقعيين شويه. اوكي. في حاجات اكيد بتاثر بالسلب، وفي حاجات بتاثر وحاجات بتاثر بالايجاب طبعا. اوكي. ليه ايجابياته وليه سلبياته. بكل بساطه سلبياته ان انت للاسف بتبقى شويه بني ادم كسول. يعني في ساعات انا كنت يعني بشوف ده في نفسي ساعات، اللي هو بكون مثلا بكتب كود معين. قبل كده كنت بقعد ابجل الكود وبتاع ومش عارف ايه، دلوقتي فاهم بقعد اجلد في كلود لحد ما يلاقي حل. اللي هو انت هتلاقي حل، انا هتلاقي حل، انا مش هكتب كود. صح. مع ان انا لو دخلت بصيت في الكود 5 دقايق الموضوع هيتحل،
بس الفكره كلها بقى انك بتكون بتمالتي تاسك مثلا 3-4 تاسكات مع بعض، فانت مش فاضي تدوج المشكله. فدي بتبقى العنق والزجاجه بمعنى اصح. بالظبط، عامل زي فكره الدوكيومنتيشن، ان هو لو قرات الدوكيومنتيشن في 5 بالظبط دقايق هتفهم. هتعملها، بس انت لا انا اقعد اعملها بايدي احسن. صح. فدي مشكله كبيره جدا بتقابل حد في الاي اي، انك بتبقى ليزي فعلا. يعني الموضوع بيبقى بيقلب بكسل في الكتابه مثلا. لذلك انا بحب من وقت للتاني ادرب ايدي على الكتابه. انا اصلا شخص بيكتب بسرعه بشكل عام، فما بحبش ان انا اخلي السكيل دي تبوظ عندي. فدايما من وقت للتاني بخش اكتب بايدي برضو شويه، مش مجرد بس ان انا بعتمد عليه بشكل كامل. من المساوئ التانية برضو ان ساعات في ناس بتعتمد عليه، ودول اللي هم اللي ممكن يكون شويه مش اكسبيرينسد، فهو ما بيدورش وراه. يعني هو صح. بيشوف ان الكود الاوتبوت اللي طالع ده خلاص هو ده برودكشن ريدي وشغال وكل حاجه. وطبعا ده مش صح، لان يعني يمكن ده عيب انا ما قابلتوش عشان انا يعني انا اوير بالسلبيات بتاعه الاي اي بشكل عام. بس بلاقي ناس كتير بتشيب كود، وده موجود في كل الشركات. يعني بلاقي ناس بتشيب كود مش كويس، واتس جنريتد باي اي. صح. وباين ان هو جنريتد باي اي. بس انا بالنسبه لي لو في اي كود جنريتد انا بتشالنج ات 100 تايمز يعني. وبرن يعني برن مثلا كرسر تاني واقول له رجع السولوشن بتاع كرسر رقم 1، شوف ده ايه العيوب وايه مشاكله. فدي مشكله مع الناس اللي اكسبيرينس الموضوع. دي سلبيه كبيره جدا. اوكي طيب، هل لسه بتستخدم ستاك اوفر فلو او بتستخدم جوجل ان انت بتيجي تسيرش عن حاجه، ولا دايما بيبقى الاختيار الاول في دماغك انا هروح لشات جي بي تي، انا اروح ايا كان هي الايجنت اللي انت هتروح لها يعني؟ بس هقول لك حاجه، هي برضو عشان نبقى متفقين على حاجه، الايجنت مش بيجيب معلومات من الهواء. بالظبط. هو الايجنت متدرب على الانترنت كله، وفي الاخر هو بيطلع لك معلومه في السريع. بالظبط. هل انا لسه بروح ستاك اوفر فلو ممكن مثلا 10% اوف ذا تايم، مش اكتر من كده. لما يكون بقى خلاص انت محتاج تقرا الحل بدماغك، هو خلاص الاي اي ساعات بيوصل في حيطه في ان هو بيلبس في حيطه بقى، فاهم؟ بيجنريت فلوب، هو بيجنريت اي كلام، بيحط اي حاجه في الكود. فعلا ساعات بيبقى غبي او اللي هو ده انا المشكله اتحلت، تيجي تبص على المشكله ما تلاقيش حاجه اتحلت، ترن الكود ما فيش حاجه شغاله. بالظبط. فدي كلها بتبقى مشاكل كبيره جدا. بتبقى خلاص انت بقى اللي هو خلاص ده انت على جنب، خلي بقى الانجينير اللي بجد يتدخل ويشوف الكلام. حط التوكن جنريتور على جنب. صح. بس فدي طيب. دي مهمه. احنا كنا وانت لسه منشن ده دلوقتي ان الاي اي هو مش بيفكر في حاجه، فكره ان هو بيجيب لك حل سريع زي ما انت بتقول بالزبط. من تجارب مثلا انت وغيرك في على جوجل ايا كان الحاجه اللي موجوده يعني، فهو بيروح يجيب منها. فانا عايز اسال، وده كان حاجه من الحاجات اللي شفتها مثلا على لينكدين، اللي هو طيب لو احنا قعدنا نستخدم الاي اي او الاي اي ايجنت دي في كل حاجه موجوده، وبدانا ان احنا نتجاهل فكره حاجه مثلا زي ستاك اوفر فلو، فهو بعد كده ايه السورس او الريسورس ان هو يبدا يروح يدور فيه؟ يعني هو دلوقتي بيدور في حاجات هي موجوده قديمه، بس التكنولوجيز الجديده لما مش تبقى منتشره بشكل كويس على ايا كان بالنسبه للديفلوبر الحقيقي، مش هيدوا الاكسبيرينس الحقيقيه بتاعتهم، فهو ازاي هيقدر يساعدني في الوقت ده؟ اوكي، خلينا برضو نقسم الموضوع لجزئين. اول جزء ان مش الحاجه، مش كل حاجه على ستاك اوفر فلو. يعني صح. في مشاريع كتير جدا اوبن سورس الجيت هاب الاي اي بيتدرب عليها. يعني وما اكتر المشاريع الاوبن سورس يعني. اوكي. فانت لما تشوف مثلا ان في حاجه مثلا زي لسه نازله قريب في اي اس 26 اللارج لانجويج مودلز بتاعت ابل، هي مش لارج يعني، هي بتاعت الاي اس 26 بالظبط، بتاعت الاون ديفايس يعني. اوكي، انت طبيعي انك لو سالته على سؤال هو مش عارف اي حاجه. بس انت لو اديته ريبو اوبن سورس وقلت له انا عندي مشكله والريبو دي شغاله 100% صلحها لي، هيعرف. اوكي. فيو هاف تو ميك سم ماتش. الناس مش هتبطل تكونتريبيوت على الانترنت. صح. بس هي والناس مش هتبطل تسال اسئله على الانترنت. انا مش شايف ان في ديكلاين حاصل يعني، الناس لسه بتسال لحد دلوقتي. بالظبط، بس هي بنسبه اقل كتير. بس هي الفكره كلها برضو فين، ان انت حاليا مكان زي ستاك اوفر فلو هو مش افضل انفايرمنت في الحياه يعني. مثلا لما دخلت فيه زمان كنت بحط اسئله او كده، كان دايما السؤال بيتقفل از دبليكيت ويقول لك تشيك ذس كويستشن. تيجي تشوف الكويستشن تلاقي في مثلا 30 بيج وانت مش عارف الحل فين. صح. فالناس مش حابه اصلا ستاك اوفر فلو عشان هو مكان شويه توكسيك، مش احسن مكان في الدنيا. فهو بيقول لك لا انا خلاص انا هروح اسال ماشين but will never judge me. يعني هي حاجه مش هتحكم عليا ان انا بسال سؤال غبي او بسال سؤال كويس، هو هيرد عليا. اوكي، بس بشوف ميزه في ستاك اوفر فلو ان مثلا انا سالت سؤال وهو جاوب عليا، حد جاوب عليا باي اجابه، حد اضاف اي كومنت، فانا لو ده اشتغل معايا فعلا بالسؤال الاجابه الحقيقيه بيبدا يبقى فيه تشيك كده بتبقى موجوده عليه. الحته دي بتسهل عليا انا اصلا، اول ما بدخل ببدا اشوف ايه اللي عليه تشيك وابدا ان انا ابص عليه، بيبقى اسهل كتير يعني. اي اي زي ما انت قلت ممكن يفضل ماشي معاك ويقول لك ده هتشتغل وما تشتغلش، هتشتغل وما تشتغلش،
عاده في ستاك اوفر فلو لو لقيت الحل فبيطلع الحل ده فعلا شغال يعني. اوكي، يعني انا متفق معاك، بس برضه مختلف في حته صغيره، لان انت ممكن مثلا تلاقي حل معمول عليه صح من 2013. ده مش ابليكابل صح. النهارده يعني. ده الحتة مش دي ابليكابل صح. النهارده خلاص. انت بتلاقي مثلا واحد كاتب كود اوبجكتيف سي من 2013، فاهم، بيستخدم ancient libraries وانت اصلا مش فاهم ده ايه. اوكي، هتاخد وقت شويه هتفهم طبعا، الموضوع مش أنا اعجاز فاهم يعني. فاهم. بس مش ده الحل يعني، مش ده الحل اللي انت بتدور عليه. مظبوط. فاهم. وانت يعني واحنا كمان خصوصا في النيتف ديفلوبمنت انت بتلاقي حاجات غريبه، اللي هو مثلا ايه، تلاقي ده الفيو اتحرك من اليمين للشمال، فتلاقي حد حاطط كود اوبجكتيف سي مجهول المصدر كده يقول لك اعمل سويزل مش عارف لايه وبتاع. تلاقي مشكله اتحلت فعلا. صح. بس ده مش فالid، فاهم. فالفكره كلها ان الاي اي بيكون عنده المعلومات الجديده من خلال اوبن سورس بروجكتس والحاجات دي كلها. بس هنا برضو نيجي لنقطه كويسه جدا، ان في مشكله اكبر من ان هو بيتدرب على الاوبن سورس، ان هو بيتدرب على كود كتير بابليك وحش. يعني جيت هاب مليان كود وحش. صح. مش كود وحش، مش ان هو الناس تعمل حاجه وحشه، ليجاسي. بس ليجاسي ده رقم واحد. تاني حاجه الناس اللي بترمي ديمو بروجكتس، لو واحد مثلا يعمل ديمو بروجكت رميه على جيت هاب، صح. ما هو بيتدرب على ده، بيشوف ان الكود ده فاليد، بيشوف واحد بيعمل فورس اند راب، ف انترنالي الله اعلم بقى الاي اي بيشتغل ازاي يعني. صح. بس ستيل هو بيشوف ان ده حاجه طبيعيه، فانت ساعات حل. فانت خلاص، طب انا هعمل فورس اند راب، ايه المشكله؟ صح. فطبعا ده هنجيله في جزء تاني، ازاي تجايد الاي اي ان هو صح. ما يعملش حاجات زي دي. بس مظبوط. بس برضه دي الفكره كلها، ان هو زي ما بيتدرب على الحلو زي ما بيتدرب على الوحش. حلو. طيب يعني انا كاي اس ديفلوبر بشوف ان المنتشر في مجال الموبايل انجينيرنج او النيتف موبايل انجينيرنج ان بنستخدم شات جي بي تي، بيستخدم الايجنت بشكل دايركت، انا بروح اكلمه. على الرغم ان انا مثلا ممكن الاقي ناس شغاله باك اند شغاله حابب تستخدمه بشكل اعمق وبشكل اكبر، وبيساعدها فعلا بشكل كويس يعني. فليه هو مش منتشر في مجال الموبايل من وجهه نظرك يعني؟ والله انا شايف ان ده بكل بساطه قله التولز للموبايل. يعني مفيش تولز كتير بتساعد على موبايل ديفلوبمنت بشكل عام. ممكن الموضوع شويه مختلف مع الرياكت نيتف او فلاتر. رياكت نيتف تحديدا، لان رياكت نيتف في الاول وفي الاخر هي جافا سكريبت. بالظبط. هو ما اكتر كود الجافا سكريبت في النت. مزبوط. يعني كتير قوي، بس كود الاي او اس الكويس في الانترنت مش كتير. مظبوط. فاهم يعني، مش هتلاقي ان في حاه اركتكتشرلي كده ساوند على الانترنت واوبن سورس صعب. مظبوط. يعني مش هتلاقي طبعا، بس مش كتير. حل. فقله التولز وقله المصادر اللي بتعلم الاي اي الكود ده. وبرده من الحاجات التانية برده المهمه جدا قله التوتوريالز، انك ازاي تستخدم اصلا اي اي. يعني انت لو جيت بكره الصبح مثلا قلت ازاي اخلي الاي اي يعمل داتابيز سكيما عندي في الباك اند، هتلاقي 34 مليون بيج بتقول لك ازاي تعمل ده. حاجات جاهزه وجاهزه وام سي بيز، وتلاقي في واحد اصلا عامل جيش ايجنتس، واحد باركتكت، وواحد بيكريت داتابيز، واحد بيعمل يونت تيست، واحد بيريفيو. تيجي تشوف ده الموبايل زيرو. بالظبط. مش زيرو بس قليل قوي. حلو. انت يعني قلت مصطلح كده في نص الكلام اللي هو الام سي بي. فاحنا بنسمع برضو مصطلحات كتير زي الاي اي ايجنت، ام سي بي، ال ام. فانا كنت عايز اعرف ايه اصلا الفرق بين كل حاجه من دول. اوكي طيب، خلينا نبدا الاول بالاساس موضوع ال ام. يعني ايه اصلا ال ام؟ هو بكل بساطه لارج لانجويج موديل. مظبوط. ايه فكره اللارج لانجويج موديل؟ هو عباره عن نيورال نتورك كبيره اتدربت على تريليونز اند تريليونز اوف تكست، وبكل بساطه هو بيجنريت تكست. يعني اللي بيقول لك ان الاي اي بيفكر، هو مش بيفكر. مفيش اي في الدنيا بيفكر. مظبوط. هو بس الفكره انه بيبريدكت ايه اللي ممكن يجي بعد الكلمه دي. يعني مثلا لو انت عندك اوبشنال فاريبل وانت يعني منطقي هتحاول تعملها فرصه ان راب، فهيبدا مش فرصه راب سوري، تحاول تعملها جارد او افلت او كده. مظبوط. فممكن ياخد الشورت باث انه يعمل فرصه ان راب، لان هو شاف في تكست ما في كونتكست ما ان انت ممكن تعمل فرصه ان راب. بالظبط. بس في الناحيه الثانيه هيبدا باف النكست بريدكتابل توكن على اوبشنال فاريبل هي لت. مظبوط. وهيفضل يجو ثرو التشين اوف ثوت بتاعته، اللي هي تشين اوف ثوت، هي مش تشين اوف ثوت، هو ما بيفكرش، هو بيجنريت تكست عشان يطلع لك حاجه فاليد وبتكمبايل. اوكي. وساعات بيكون 10% او 15% الكلام ده بيفيل اصلا، الابلكيشن مش بيكمبايل. مظبوط. بيطلع توكنز بايظه، بيطلع تكست بايظ. فده اكبر دليل ان هو مش بيفكر. هو ما عندوش لوجيك، هو مجرد بيبريدكت وات كود بي ذا نيكست توكن. اوكي. فده بالنسبه لللارج لانجويج موديل. الاي اي ايجنت هي عباره عن ان انت بتكريت سبيشاليزد بيرسونا للحاجه اللي انت عايز تعملها. يعني مثلا انت مثلا عندك سويفت يو اي ديزاين،
اوكي. فانت عندك سيت اوف انستراكشنز عايز تديها للايجنت بحيث ان هو يشتغل او ان هو يقدر يديزاين ده بطريقه معينه، او انت عندك ديزاين سيستم عايز تعرفه عليه. فلو انت جيت اديت ده از بالك كده الانفورميشن للمين ايجنت او المين كونتكست، بيحصل لما بيتقال عليه هلوسينيشن ان الاي اي بيبدا يهلوس. بالظبط. هو ما بيعرفش يفرق بين ده وده ايه والكلام ده كله. فانت الاي اي ايجنت دي هي عباره عن زي سب اي اي كده تحت الاي اي الكبير. هو خلاص انت عارف لما انا اقول لك اعمل ديزاين انت هتروح تسبون السويفت يو اي ايجنت ده. السويفت يو اي ايجنت ده هو كلير، عنده كلير مايند، ما يعرفش حاجه خالص. كل اللي يعرفه انا ازاي اديزاين سويفت يو اي فيو. مظبوط. فده بالنسبه للاي اي ايجنت. اللي بيكونكت بقى الهليله دي كلها هي الام سي بيز، او باختصار الام سي بيز طبعا اختصار لموديل كونتكست بروتوكول. مظبوط. الموديل كونتكست بروتوكول هي عباره عن جلوريفايد جافا سكريبت فايلز، مش اكتر من كده. يعني انت لو دخلت فتحت اي ام سي بي سورس كود هتلاقي عباره عن شويه جافا سكريبت فايلز، ولا اكتر ولا اقل. كل اللي بتعمله ايه؟ ان هي بتفيد الاي اي بشويه كونتكست. مظبوط. لو انت عايز تبيلد الاكس كود بروجكت هتعمل ايه؟ فاهم؟ هو طبيعي انك تعمل اكس كود بيلد بالكوماند لاين. الاي اي ما يعرفش ده. مظبوط. يمكن هو شاف ده في بعض الريبوز او شاف ده في بعض الاحيان، بس انت لو جيت قول للاي اي ابني ده يعني رن البيلد بروجكت 3 مرات مختلفين، هتلاقي كل مره بيرن كوماند مختلف. بالظبط. صح. مش هيرن كوماند نفس الكوماند كل مره، وتلاقي كوماند بيفايل، تلاقي مره بيختار سيميليتور اصلا مش موجود وهكذا. فالام سي بي فكرته ان هو يستنترلايز الحوار ده. بالظبط. ان هو يقول له لما يكون اليوزر عايز يبيلد يو ران ذس، لما اليوزر يكون عايز يتست يو ران ذس. بناء على ايه بقى الام سي بي بيعمل ده؟ يعني انا دلوقتي اللي انا فاهمه من ناحيه الام سي بي او الفرق ما بين ان انا اروح استخدم الايجنت دايركت او استخدم شات جي بي تي عن ان الام سي بي ده يروح يكلم الجي بي تي نفسه، ان هو بيقدر ان هو يديله كونتكست بشكل مظبوط، يبدا ان هو بشكل ستراكشرد بشكل اللي هو بنسبه كبيره. لو زي ما انت بتقول ان كل مره لو سالته نفس السؤال بنسبه اكتر من 90% هيرجع لك نفس النتيجه. ده حقيقه بالظبط. فهو اللي انا برضو فاهمه ان هو بيعمل ده عن طريق الكود بتاعك او عن طريق اللي هو فاهمه من الكود بتاعك. فهل ده صح ولا هو بيعمل ده بناء على ايه بالظبط؟ يعني هو ايه اللي يخليه يمشي بالاستراكشر ده واشمعنى الاستراكشر ده وكل حاجه؟ بص، هو الام سي بي مش ما عندوش اكسبوجر على الكود بتاعك. يعني الام سي بي مش بيقرا الكود بتاعك خالص. اوكي. بس الفكره كلها ان انت لو فكرت فيها هي ايزوليتد كوماند. يعني انت مثلا لو انا عايز ابيلد بروجكت هعمل ايه؟ اول ستيب اللوجيكال ان انا هروح اديسكفر السكيمز اللي في البروجكت اصلا، اشوف البروجكت فيه سكيمز ايه. اوكي. اشوف البروجكت عباره عن بروجكت ولا ورك سبيس. صح. اشوف هو فيه كام تارجت. ما هو دي كلها كوماندز اجنوستيك. دي مش مالهاش علاقه بالبروجكت بتاعك، ده في اي بروجكت في الدنيا نفس الحوارات دي كلها. بالظبط. والدليل على كده ان انت لو جيت ترن ده مثلا على حاجه شغاله ببيزل، حاجه مش مالهاش علاقه باللي احنا بنعمله، هيفيل، مش هيشتغل اصلا. صح. لو جيت تعمل اكس كود بيلد على بروجكت بيزل مش هيشتغل. اوكي. بس هو ازاي برضو من الحاجات اللي انا كنت بشوفها في اللي انت بتستخدم الام سي بي سيرفر، ان هو مثلا ممكن لما بيجي يكتب الكود بيكتب الكود بنفس الشكل بتاعك انت بنسبه كبيره. بس ده مش ام سي بي بقى، احنا بنتكلم في الاي اي ايجنت نفسه. ده هنا او الاي اي بشكل عام، الايجنت اللي انت بتستخدمه ازاي بيكتب الكود شبه الكود اللي انت بتكتبه. وطبعا دي حاجه شويه يعني ملهاش تفسير، يعني انا ما اقدرش اقول لك تفسير ايه واحنا قاعدين كده. بس هو الموضوع كله اللي انت تقدر تقول ان هي برضه في الاول وفي الاخر هو بيبارس الكود بيز بتاعتك. ما هي دي الفكره. انا يعني اللي انا اعرفه ان هو بيبارس الكود بيز بتاعتي دي، الايجنت نفسها بيبارس ده عن طريق الام سي بي قدر ان هو ياكسسه. لا مش بالضروره، يعني الام سي بي هو اللي بيديله كل حاجه من الكود بتاعي، يخليه ان هو يفهم الشكل ده، يفهم الكود بتاعي ماشي ازاي، فيبدا ان هو يجاوب بنفس الطريقه بتاعتي. هقول لك على حاجه، خلينا كده ممكن يكون في ميس كونسامبشن عندنا شويه عن فكره ايه هو الام سي بي اصلا. اوكي. هو الام سي بي بكل بساطه هو عباره عن انترفيس مع تولز الاي اي ما عرفش انترفيس معها دايركت. بمعنى ايه؟ مثلا الاي اي عايز اكسس جيرا، عايز يابديت تيكت ستاتس، عايز يعمل حاجه معينه. في طريقتين ليس لهم ثالث ان هو يعمل ده. ان هو يقول لك تعمل ده ازاي بكل بساطه، يطلع لك تكست كده يقول لك انستراكشنز اعمل 1 2 3. اوكي. يا اما يبعت اي بي اي كول. حلو. مفيش طريقه ثالثه ان هو ده. فالام سي بي مجرد بيراب كل الكلام ده في اي اي اندرستاندبل كونتكست. فانا لما اكتب له
روح ابديت الجيرا تيكت دي، خليها ان ريفيو او ان تيستنج او اي حاجه. أوكي. هو هيعرف انترنالي المفروض اكلم الام سي بي تول اللي اسمها جيرا ام سي بي. بس ده مش ملوش علاقه بان هو بيقرا الكود بتاعك. بيقرا الكود بتاعك ده باي ديفولت بيحصل كده. وفي حاجه هنا برضو مهمه جدا، ان هو انت لما بترنه في الكود بيز بتاعتك وتقول له مثلا جنريت نيو فيو موديل، هو ما بيروحش يجنريت نيو فيو موديل كان من نفسه كده. اقول لك دايما هتلاقي let me look up other examples in the current project. لازم بيروح يبص على الكود، اصلا مش هيخترع. بالظبط. هو مش هيجنريت حاجه من دماغه. ده هو لو جنريت حاجه من دماغه في مشكله اصلا. صح. هو ما ينفعش يجنريت حاجه من دماغه الا لو هو بدا البروجكت ده من سكراتش. هو خلاص هو الاركتكت الدنيا، هو اللي عمل الموضوع، مع ان طبعا ده ما ينفعش يعني. بس ستيل يعني هو ستيل لازم بيشوف ايه الباترنز اللي في البروجكت بتاعك عشان يطلع حاجه شبهها. صح. لان هو الاي اي هو ما هو الا باترن ماتشر، هو بيماتش باترنز، هو مش حاجه ثانيه. حلو. انا بشوف فعلا ان ده لو انا مثلا قلت له اعمل لي لوجن فيو موديل مثلا، فلو انا رحت سالت شات جي بي تي فتحته فروم سكراتش خالص وقلت له اعمل لي لوجن فيو موديل، هو هيعمل لي جينيريك لوجن فيو موديل بنسبه كبيره. زي ما انت قلت ممكن يكون جايب من اي ريسورس زي جيت هاب مثلا، في ديموز موجوده في اي حاجه، بس ستيل هو هيدي لي حاجه بشكل جينيريك. انما لو انا رحت استخدمت مثلا ام سي بي وبدات ان انا مش ام سي بي، استخدمت بقى الاي اي مش كان اي وقلت له ان انا عايز ان انا ابني فيو موديل لوجن فيو موديل، فمثلا هيبدا يبص عندي لو بالزبط. انا مثلا كان عندي الساين اب، لو انا كان عندي اي فيو موديل تاني، فيبدا ان هو يمشي بنفس الاركتشر بتاعي، بنفس الاستراكشر، بنفس ومش بالضروره يكون نفس يعني مش بالضروره يكون نفس السين حتى، يعني مش لازم يكون ساين اب، مش لازم يكون حاجه. لا هو بس شكل الفيو موديل اي حاجه موجوده يعني شكل الفيو موديل بس اللي هو انت بتعمل ده ازاي يعني. هل انت بتستخدم ببلشد فاريبلز ولا بتستخدم اوبزرفبل ماكرو مثلا؟ فانت فاهم لو سبته يعني انت لو عملت رن ل4 شات جي بي تي وسالت كل واحد بطريقه، ده يطلع لك اوبزرفبل ماكرو، ده يطلع لك ببلش، ده مش عارف يطلع لك ايه ار اكس ان كان يعني هتلاقي حاجات مختلفه كتير. في حين ان انت لما بترن ده في البروجكت بتاعك، فهو اوريدي بيروح لازم يلوك بالباترنز، لازم يشوف انت عندك ايه. وهنا بتيجي المشكله الفراجمنتيشن. لو انت عندك ان في البروجكت فيه اكتر من ستراكشر، فالاي اي نفسه يخش تاني في مرحله الهلوسه، او انا المفروض استخدم ايه، فتلاقي عمل عجنه كده مالهاش علاقه بقى بالدنيا كلها. هو اظن شويه ساعات بتقدر ان انت كمان تديله ريفرنس في البروجكت بتاعك، طبعا تقول له اعمل زي ده. صح. وطبعا وده جزء من البرومبت انجينيرنج. البرومبت انجينيرنج ده بقى دي قصه ثانيه خالص، هنجيلها طبعا يعني. بس بشكل عام في انجينيرنج براكتسز كتير مع الاي اي، مش مجرد ان انت بس تفتح ويلا اعمل لي كذا. طيب حلو. انا عايز اسالك عشان نبدا نقسم ده بعدين، يعني انت ازاي بتستخدم الاي اي فعلا؟ مش ان انت بس بتروح تسال شات جي بي تي، لا انت بتستخدمه في شغلك بشكل يومي، ان هو بيساعدك، ان هو بيجنريت كود بناء على مثلا على الكود بتاعك. فازاي بتستخدمه بشكل يومي يعني؟ اوكي بص، انا بالنسبه لي اول حاجه برضه عشان تبقى الناس بس يعني اوير بالنقطه دي، لو انت مش فاهم التيكت، الاي مش هيفهم التيكت. حلو. التيكت على جيرو، التيكت يعني اي حته بقى جيرو، يعني ايا كان. انا اقصد التيكت اللي هي معموله، التيكت معموله طالما ما فيهاش لو ما فيش فيها ديتيلز، فالاي مش فاهم انت عايز ايه. لو انت مديله تيكت مكتوب فيها امبلمنت لوجن سكرين، ده مش اي حاجه. بس لو مكتوب امبلمنت لوجن سكرين، محطوط فيجما لينك ومحطوط اكسبتنس كريتيريا، هيعرف ينفذ ده كويس. طيب فمعنى كده ان هو مش سحر. اوكي. هو لو خد جود انبوت هيطلع جود اوتبوت. بالظبط. لو خد باد انبوت هيطلع باد اوتبوت. حلو. فدي اول حاجه الناس لازم نبقى متفقين عليها في الجزئيه دي. فانت برضو بتبذل مجهود كبير في الانبوت طبعا لازم. اوكي. بس على حساب بقى ان انا لو قعدت ساعه او ساعتين بفاين تيون البرومبت بتاعي عشان اطلع ريزلت كويسه، اوكي، فانا وفرت يوم شغل. ده بدون مبالغه يعني، وفرت يوم شغل فعليا. طيب ده بيحصل ازاي؟ بكل بساطه انت لما بتجنريت بتاخد مثلا تيكت. انا عندي مسطب الجيرا ام سي بي، مسطب اكس كود بيلد ام سي بي، ومسطب وفيجما ام سي بي. اوكي تمام. بكل بساطه حاليا في بروكور شويه احنا عندنا ديزاين سيستم جاهز، فما فيش فيجما يعتبر. احنا يعني خلاص هو فاهم موضوع معروف يعني. بالظبط. فالشغل اكتر في جيرا واكس كود بيلد ام سي بي. اوكي. فبكل بساطه بقول له اسحب التيكت، بص على التيكت الفلانيه اللي عندي في الامبروجرس، بحط تيكت واحده بس. بقول له هنشتغل على التيكت دي، اقرا الديسكربشن بتاعها. بيخش يقرا الديسكربشن،
وبعد كده بنبدا بمرحله بحب اسميها الانتروجيشن. اوكي. الاي اي بينتروجيتني انا، حلو. اقول له طلع مني كل معلومه انت عايز تعرفها. ما تبداش التاسك لما تكون فاهم انت عايز ايه. ليف نو امبيجويتي، عشان هو لو قرا التيكت وقال لك يلا نبدا، ده هيوصل هيلبس في حيطه. صح. فبقول له اصلا اللي فاهم البيزنس هو مش فاهم البيزنس. مظبوط. تمام. لان زي ما اتفقنا هو توكن جنريتور، هو ما بيفهمش اصلا. بيفكر بالظبط، هو ما بيفكرش في حاجه. حلو. فبنقعد بقى مثلا في مرحله الايديشن دي مثلا ساعه. اوكي. ساعه احنا بنتكلم ايه اليوز كيس اللي احنا هنعملها. طبعا بس فكنا من اللوجن فيو موديل والستاند فيو موديل، لان الكلام ده برده كلام بيزك. اوكي. احنا بنتكلم في الاكشوال يوز كيسز. انت مثلا عندك سكرين لسته فيها لسته وفيها اكشنز واد وديليت ومش عارف ايه وشويه كراد اوبريشن. مظبوط. انت هتخش في فكره ان هو هيبدا يقول لك طب انا ازاي هعمل ديليت. لو انت سيبته يخمن ازاي يعمل ديليت هيعمل لك اي حاجه. صح. ممكن يعمل لك سوايب اكشن، ممكن يعمل لك 3 دوتس وتدوس عليهم فيعمل اكشن ديليت، ممكن يعمل لونج تاب يعمل ديليت. اوكي. في مليون طريقه. بس مش المفروض ان اللي فيجما مثلا لو هو بص على فيجما يبدا ان ده بيمنتور هيم؟ ده ما دي الفكره. هو انت يو كانت بريدكت اللي هو فاهم ايه وما فهمش ايه. يعني مش بالضروره عشان في 3 نقط يفهم ان الديليت فيها. صح. اصل هو مش بروتوتايب. لو في الاول وفي الاخر هو بيقرا بيكسلز، سكرين شكلها فيها 3 نقط فما يعرفش حاجه. مظبوط. ما جاز 3 نقط دول حاجه ثانيه. مظبوط. فبكل بساطه هو مرحله الانتروجيشن. بقول له اسالني عن كل حاجه انت عايز تعرفها، ما تسيبش حاجه خالص. بنخلص البلان وبعد كده خلاص بنيجي في الاخر اقول له متاكد انك ما نسيتش حاجه؟ ده بجد والله انا مش قالش يعني فعلا. انت فعلا البروسيس طويله قوي. لا مش قصيره. يعني لا مش قصيره تقريبا قبل لما تدوس ان هو خلاص ران الوقت يعني روح ابدا ده انت بتقعد وقت كبير يعني. طبعا. صح. فبقول له انت متاكد انك ما نسيتش حاجه؟ فيقول لي تصدق اصلا مش عارف ايه نسيت حاجه كده. فيروح برضو مثلا بتاع 3-4 دقايق ويرجع لي باسئله كمان. حلو. انت متاكد انك ما نسيتش حاجه؟ فبنقعد مثلا في اللوب بتاعتنا متاكد ما نسيتش حاجه دي مثلا 3-4 مرات. لحد ما اقول له قول لي الكونفدنس ليفل بتاعك ايه، ويبدا فيقول لي 98%. فيعني تمام، فيش حاجه 100% يعني. صح. تمام. فطبعا ما بنبداش كود يعني خلاص. انت فهمت الفيتشر، لا تعالى بقى اكتب لي التست كيس الاول. مش بس مش تدي دي. انا بقول له بس تيست كيسز ايه انت هتست ايه في البتاع دي عشان نشوف التست دي لو بتميك سنس ولا لا. لان انت لو خلصت الكود بعد كده كتبت التست بكل بساطه هو هيقرر ان هو هيرقع التست عشان يبقى الكود بتاعه بنسبه 90% مثلا. فانت لا تقول له لا استنى عايزك كده اكتب لي تيست كيس، مش عايزك تكسكيوت بس تقول لي تيست كيس يكون شكلها ايه، انت هتست ايه في الكود اللي انت هتكتبه ده. فيديك لسته تيست كيسز هيكتبها لك زي ديسكريبشن كده انا هتست 1 2 3 4. بس هو مش هيكتب التست مش هيكتب التست طبعا. فانا اشوف ان هو خلاص التست اللي هو كاتبه ده ميك سنس. يعني بيميك سنس ان هو الحاجه دي فعلا هو بيتست البيزنس لوجيك اللي كتبه. وطبعا لازم نكيب التاسكات صغيره عشان هو هي برضه يخش في مرحله الهلوسه تاني انه هيبدا يهلوس ويطلع اي كلام. صح. always keep it small يعني. المهم بعد اللي يكتب لي تيست كيسز خلاص احنا عملنا كل حاجه. اقول له بكتب لي كل الكلام ده في ام دي فايل. ليه ام دي فايل؟ لان بكل بساطه الايجنتس عندهم ما يعرف سهل بيقدروا يتعاملوا غير ان هو سهل، عندهم ما يعرف بالكونتكست. اوكي. الكونتكست ده هو حجم التوكنز او الكاركترز او الوردز اللي بيقدر الاي اي يستوعبها في سيشن واحده. اوكي. حاجات زي كلود كود زي كيرسر زي كودكس، الحاجات دي كلها عندها حاجه اسمها كومباكت. ان هم بيعملوا سامرايز او كوندنس لكل الكونتكست في سامري وبيفيد تاني في الاي اي. فطبعا الله اعلم ايه اللي طار في الكونتكست ده. مظبوط. في عمليه السامرايزيشن دي ما تعرفش انت ايه اللي طار فيها، ما عندكش اي فكره. فانت مثلا ممكن تكون قايل له في بدايه الكول في بدايه السيشن خد بالك اوعى تكتب يونت تيست، فيجي لك بعد كده يقول لك احنا لسه تصدق احنا لسه في حاجه مهمه ما كتبناش اليونت تيست. صح. لان المعلومه دي طارت. أيوة يعني السامر، لان برضو السامر اللي بيحصل له جنريشن هو انت مالكش تحكم فيه. اوكي. انت ممكن تكتب له شويه برومبتس او انستراكشنز ازاي تعمل سامرايزيشن، بس هو مفيش جارانتيز على ده. اتس ا هيوج نيورال نتورك. صح. يو كان نيفر بريدكت ذا اوت. اوكي. فدي حاجه. يقول له اكتب بقى ده في ام دي فايل عشان نرجع له لما تخرف. بكل بساطه اكتب لي ده في ام دي فايل كده عشان ايه تبقى احنا عارفين هنشغل على ايه. صح. وبنبدا شغل.
بيبدا يجنريت الكود، بيحط الانترفيسز. طبعا انا مش في ناس بتشغل الاي اي على الاوتو جنريت اللي هو انتر 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 انتر، لا انا ما فيش سطر مكتوب لازم اشوف ده ايه. اوكي. فهو الموضوع مش برضو مش ان انا بسيبه وبقوم اخو اعمل فطار. كنت هكلمك في النقطه دي بعد كده. هو انا ممكن اكون قاعد باكل قدامه، يعني انا قاعد باكل وبتفرج هو بيعمل ايه، لكن ما بسيبوش واقوم، لان لو سبته وقمت دي ما بسيبوش اقوم الا في حالات معينه هاجي لها دلوقتي. يعني في حاجات كده معينه ممكن اسيبه فعلا واقوم واعمل اي حاجه واجي. بس بشكل عام بيفضل يمبلمنت، وكل ما يغير حاجه براجع الكلام. في ات سام بوينت كده بقول له خلاص اوتو اكسبت الاديتس، لان انا خلاص بقيت عارف هو رايح فين. اوكي بقى خلاص الموضوع يعني خلاص منطقي. وللاسف الموضوع ملوش ميجرمنت، انا ما اعرفش اديك مترك انت ازاي تقدر تقول ان هو كويس ولا. الموضوع كله كومن سنس، صح، فروم ان انجينيرنج برسبكتيف بمعنى صح يعني. ايوه صح. طيب انت اصلا بعد ما بتدي له التست كيسز دي، او بعد ما هو بيقول لك على التست كيسز بتاعته وانت شايف ان هي مناسبه، بتخليه جنريت دي ولا لا؟ لا. ليه طيب؟ ده عشان حسب الشركه بكل بساطه يعني. صح، بس يعني لو كده اصلا انا شايف ان هو يعني الاحسن كمان، او هيبقى اضمن شويه لو خليته بقى هو خلاص يكتب لك التست دي، فبعد كده هو لما يبدا يجنريت ببساطه هتبدا تعرف في الاول اصلا اذا كان هو خايش ولا لا بسهوله يعني. ده حقيقه، بس هي انا بقى بتيجي الفكره اصلا هل الشركه شغاله بتدي دي ولا لا. صح. فمش بالضروره ان انت تقدر تشتغل تدي في كل الشركات، وفي ناس برضو انتي دي، في ناس شايفه ان ده مش اكتر حاجه فاليد في الدنيا. which is kind of valid يعني. انا شويه مايل ناحيه الراي ده. مش ان هو حاجه يعني انا مش مع دي ولا ضده. فاهم. انا نيوترال شويه، انا في النص. اوكي. شايف ان هو اوكي، هو بيكون مفيد بس ساعات بيكون برضه مضر. طيب انا ممكن افهم فكره ان هو ازاي هيقدر يساعدك في حاجه مثلا زي سوفت يو اي، بالذات انت بتكتب الكود سوفت كود. بس طب هل استخدمته مثلا مع اكس اي بي فايلز او كده يقدر ان هو يساعدك في حاجه زي دي، ولا هو ما يقدرش يساعدك؟ والله انا اخر مثلا اكس اي بي فايل كان من 2017 فلا ما عملتش ده. برضه مش هضحك عليك، ما عملتش ده خالص، لان الاكس اي بي فايلز هقول لك على حاجه، هو هيعرف ايه اكس اي بي فايلز، لان هو في الاول وفي الاخر هي اكس ام ال بايند ذا سينز، هو مفيش اختراعات ورا يعني. بس يعني if you are using this in 2025 في حاجه غلط يعني، ريكونسيدر انت بتعمله. فاهم الاكس اي بي فايل ولا ان انت بتستخدمه ان هو يعمل لك لا الاكس اي بي فايلز بشكل ما ساعات زي ما انت بتقول الشركه بتحتاج هي ساعات بقى لو الموضوع خلاص انت مضطر خلاص يعني اعمل ده بنفسك يعني. اصل في حاجات كده انت فاهم ده تضييع وقت، صح، وانت محتاج برضو ان انت از ان انجينير يعني يو هاف تو ويت يور اوبشنز. انت برضو تبقى عارف امتى استخدم او امتى لا، لان انت هو الموضوع مش بلايندلي. انت ما ينفعش تفضل على طول خط بتستخدم اي. انا في ساعات كتير جدا كتير كمان خلاص انا بشط داون اي واشوف الكلام على ايه انا بقى. اوكي صح. طيب في بقى نيجي لشويه سلبيات كده ممكن ان ممكن مثلا شويه بتوع السكيورتي ياكلوا على قفين عيش مثلا. كتير. هو فعلا ممكن يسيب باك دورز كتير. انا متفاهم جدا انك مثلا مش تعمل انتر انه يخش في الستيب اللي بعدها لما تكون مراجع النقطه دي، بس ساعات لما الموضوع ده يكون بشكل ان هو خلاص بشكل روتيني، ان هو كل شويه ساعات بتكسل زي ما انت بتقول. اول فتره هتفضل ان انت تراجع وراه كل كلمه بيقولها، بعد كده تحس ان هو ايه، طب خلاص ماشي امشي. ممكن على حسب المود بتاعك انت اصلا، لو مش طايق حاجه وصعب بالظبط مقرف فاللي خلص انت الشغل النهارده مش فايق لك. فهل ده مش ممكن فعلا يسيب باك دورز كتير؟ اكيد، بس يعني خلينا برضه متفقين على حاجه ان بكل بساطه you have to be smart. يعني لو انت خلاص ليزي النهارده ومش عايز تريفيو الاي اي، بعد ما تخلص الفيتشر افتح اي اي تاني خليه ريفيو الشغل بتاع الاي اي الاول. والله بجد يعني وعملت ده كتير فاهم. اوكي وبيطلع ايشوز. صح، هو بيطلع هقول لك على حاجه، شات جي بي تي اصلا لما بتيجي تدي له الكود بتاعه في وقت يقول لك مين اللي كاتب الكلام ده؟ مين اللي هو اشتغل فده بيحصل كتير. فانا بفتح اي ايجنت اقول له ريفيو الاي اي ايجنت ده، وساعات بخلي اتنين اي ايجنت يتخانقوا مع بعض، اللي هو انت يلا يا شباب انتوا جود لك انتوا الاثنين حلو جدا، في حد فيكم هيطلع بنتيجه يعني. طيب هاجي بقى النقطه شويه، فكره انك ممكن تكون وصلت الليفل معين من الاكسبيرينس يساعدك ان انت خلاص اصلا بقيت فاهم كل اللي هو بيعمله، فاللي هو ايه انت فاهم فعلا اللي بيتكتب، فاللي هو تمام خلاص كمل. بس لو احنا مثلا جينا نطبق ده على كل الليفلز، مثلا لو جبت حد جونيور قلت له خش برضو يعني هو بقى جوين التيم عندكم، فهو خلاص عاده هيبدا يستخدم، هيمشي على نفس الورك فلو بتاعك بالظبط. فانت لو مثلا شافك بتستخدم الاي اي بشكل ان هو يجنريت الكود بتاعك، فبنسبه كبيره هو ممكن يعمل كده.
وبنسبه كبيره او معظم الوقت لو مثلا في شخص جونيور جويند عندكم مش هيفهم كل اللي هو بيعمله. ده حقيقي. فاول حاجه ده ممكن ياثر على الليرنينج كيرف بتاعه، ان هو خلاص هو هيفضل في ليفل معين هو مش فاهم. هو هيبقى جامد ان هو بيعرف يستخدم الاي اي في شغله، بس هو مش هيقدر يفاليديت اصلا اذا كان ده صح او غلط. يعني انت مثلا ممكن تريفيو وراه فبتشوف ده صح او غلط، لوجيك مش لوجيك، بس في شخص هو شايف ده حاجه حلوه حاجه جديده، طب يبقى هو عمل شغل جامد، وهو في الحقيقه هو عبث موجود. حاجه نوع. فهل انت بتشوف ان المفروض استخدام الاي اي ده يختلف من ليفل لليفل، او ازاي ان انت تقدر تهندل لو اعتبرني جونيور عندك في التيم، فلو انا داخل عندك هتقول لي استخدمه ازاي؟ اوكي، خلينا بس نقسم الجزء ده لحتتين مهمين. اول حاجه خالص عشان انا بشوف ان الكلام ده بيتقال كتير، احنا كنا ذكرنا النقطه دي في اول البودكاست اصلا. الناس بتقول لك ان الاي اي هيريبليس الانجينيرز. بالظبط. ده مش هيحصل. ليه؟ بكل بساطه زي ما اتفقنا في الاول، هو لارج لانجويج موديل، هو مش بيفكر في اي حاجه. مظبوط. يعني بعض المودلز الجديده بدات تفكر، هي ما بتفكرش برضه بس ستيل عندها بريدكت ممكن بشكل احسن، بريدكت بشكل احسن. بالظبط، اللي هو فاليوزر عايز نعمل كذا، فلا طب انا هروح ابص على الفايل الفلاني، طب انا فتحس ان هو ان في برين بس هو ما فيش برين. فكده كده مش هيريبليس الاي اي، بس اللي هيريبليسك فعلا شخص بيستخدم الاي اي احسن منك. صح. دي نقطه مهمه جدا، لان الناس مش قادره تفهم الفرق ما بين ان انت بتكون بتستخدم الاي اي او في شخص تاني جامد جدا غيرك بيستخدم الاي اي. صح. لان انت ادي الاي اي تول لشخصين قاعدين جنب بعض، واحد جونيور وواحد ستاف، الاوتبوت بتاع واحد فيهم هيبقى هورندس. مش عشان هو وحش، بالظبط، بس هو مش عندوش اكسبيرينس كافيه انه يحكم اصلا ان الكود ده حلو ولا وحش. ده الفكره. فدي اول حاجه. طيب انا ازاي افويد ده؟ بكل بساطه خلينا متفقين ان الاي اي مش بريدكتبل. انا ما ينفعش اقول بنسبه 100% ان هو اما اديله الانبوت ده هيطلع الاوتبوت ده. مظبوط. في فاريبلز كتير قوي، كتير جدا، وحاجات يمكن احنا كمان مش شايفينها، حاجات هيدن بيهايند ذا سينز. هو ممكن يشوف فايل ليجاسي من 2013 واحد مشي عامله ومشي ومحدش فاهمه اللي هو، يقول لك هو ده الفايل بقى اللي فيه الحل. تمام. فطبعا فتخش هنا في قصه طبعا هو هيبدا يكتب كود عبثي. مظبوط. بيزد على حاجه هو شافها وشاف ان هي كويسه. فهنا الاي اي الجونيور اللي موجود ده شاف سبحان الله ده جنريت كود انا مش فاهمه، فاكيد ده راجل 100. هي دي الفكره. فطبعا دي مشكله كبيره. طيب انت ازاي بقى تحمي نفسك من الحاجه دي؟ اول حاجه انت لازم بتسيت اب جارد ريلز على الاي اي. معنى ايه؟ بكل بساطه لازم يكون عندك شويه ريد مي فايلز الاي اي المفروض يروح لهم لما يجي يعمل اي حاجه. اوكي. لما يجي يكتب يونت تيست do not improvise، ما تفكرش. اوكي. انت كده ما تفكرش، بس ما تخترعش. بالظبط. اقرا الفايل وشوف ازاي تست. انا مثلا جيت في كذا حته كده، معنى صح ما تتفزلكش بالظبط. انا جيت في كذا حته كده، مثلا كنت بحاول اتست. احنا البروكور اب عندنا اوف لاين فيرست، يعني هو بيشتغل اوف لاين قبل الاونلاين. ففكره ان اليوزر يكون اوف لاين وبتاع ومش عارف ايه، في داتا بيحصل لها بيرسيستنس. فاحنا عندنا تيست كيسز كتير جدا حوالين النتورك ستيت. نتورك ستيت اوف لاين ولا اونلاين، اوف لاين ولا اونلاين. لما اكون اوف لاين اونلاين ايه اللي بيحصل؟ فبنكتب تيست كيس للكلام ده كله. فانا في مره كنت يعني بجنريت تيست سويت كده للكلاس انا عامله، فلقيته كاتب اي حاجه، كاتب اي كلام بقى. وكان في فانكشن مكتوب فيها از نتورك كونكتد، خلاها بهارد كود بترو. كلام بقى كلام عشوائي كله ما يتسمعش. ماشي يلا مش مشكله. عدلت له الموضوع ده في مره، وكنا فضلنا مستمرين على الحوار ده كله 3-4 ايام. الموضوع اتكرر 3-4 ايام، الموضوع اتكرر تاني. خلاص بقى احنا كده ده وقت بقى. طب انا لا، بنيت فايل MD فايل ده عباره عن انجليزي، كلام انجليزي مفيش فيه اختراعات. هتكتب تقول له والله لما تيجي تعمل يونت تيست وتلاقي ان في يونت تيست للنتورك ستيت، هتكلم التو كلاسز دول. اوكي. هو باي ديفولت هيروح يجيب الكلاس دي وهيعمل لا وهيستخدمها. اوكي. بنسبه 80% مش 100%. اوكي. في ساعات هيقول لك ايه يا عم الكلام ده، لا انا هروح اشوف انا الكلام على ايه. مظبوط. بيحصل كتير يعني كمان. بالظبط. فالفكره كلها ان انت لازم يكون عندك جارد ريلز اراوند هاو دو يو بيلد ا فيتشر. اوكي. فالجارد ريلز دي عباره عن MD فايلز يعني بتوضح انك ازاي تيوتيلايز، ازاي تستخدم الكود بيز لصالحك كاي اي ايجنت. دي حاجه مهمه جدا بتفوق فيها كلود كود عن بقيه الايجنتس، بقيه السيستمز بشكل عام. ليه كلود كود ريسنتلي كمان، ده مش من زمان.
introduced حاجه اسمها سكيلز، كلود كود سكيلز. السكيلز أوكي. بتاع كلود كود دي بيعمل لها اكتيفيت اون ديماند، على عكس ما انت بتخش البروجكت تقول له خد كل الكلام ده. طب هو طبعا هيلوس كنت هيهلوس، مظبوط. هو مش هيفهم ده ايه، هيجي يكتب يونت تيست يوم كاتب اي كلام لانه خلاص مهلوس. بالظبط. بس الكلود كود سكيلز دي اكتيفيت اون ديماند، فهو بيروح لما تقول له اكتب يونت تيست فيقول لك اي نيد تو اكتيفيت ذا يونت تيست سكيل، يوم رايح قاري الام دي فايل بتاعها ومكسكيوت بيها. حلو جدا. طبعا دي حاجه بتسيت كلود كود تحديدا ابارت فروم اني كومبيتيتور حاليا على مستوى بقى مركز على سكوب معين، هو خلاص عارف انا إن هو انا هيحتاج إيه. هعمل يونت تيستنج، فانا لازم اقرا السكيل دي واكتبها. قبل كده انت عمال تجلد فيه، اقرا الام دي فايل، اقرا الام دي فايل وما يقراهوش، فاهم يعني، يا ريت يقراه. اوكي. وهكذا، وتفضل بقى في اللوب. طيب انت اللي بتهندل ده، يعني انت اللي بتقول مثلا لكلود كود ان هو يروح يعمل السكيل دي لما انا اقول له كذا؟ لا هو ده باي ديفولت بيفهم لوحده. حلو جدا. انترستنج. السكيلز هو كونسبت جديد في كلود كود تحديدا، مش في حاجه تانية، مش في كلود، مش الموديل. أيوة كلود كود التول نفسها. اوكي. فهو ده الصراحه دي حاجه بتسيت ات ابارت فروم اذر كومبيتيتورز. في الاغلب بقى قبل السكيلز انا كنت مجرد بفتح البروجكت بقى عندي كوماند كده اسمه سيشن ستارت او ستارت سيشن او ايا كان هو ايه. الستارت سيشن دي بتروح تقرا الام دي فايلز كلها. اوكي. وتعينها في الكونتكست. هو انت وحظك بقى، فاهم يعني الموضوع مش برضه ما فيش فيه جارانتيز يعني. طيب برضه احنا كده عشان اكون برضه في صالح الشخص الجونيور موجود، ديفلوبر موجود، فهو طلع الشغل بشكل صح زي ما انت قلت، شويه انستراكشنز كان يمشي عليهم كل حاجه، فطلع الشغل بشكل صح. بس ستيل هو نفسه ممكن يكون ما اتعلمش. اكيد. لا هو ما اتعلمش اصلا. ما هو ده انا بتكلم مش هو اشتغل بس ما اتعلمش. ده حقيقه. ما هو هنا نيجي بقى لفكره ان انت ازاي تستخدم اي لصالحك اساسا. مش مجرد ان هو بيجنريت كود بس. انت دلوقتي لما تخش على موديول انت مش فاهمه، طب بكل بساطه ممكن تقول لي اي اشرح لي الموديول ده شغال ازاي. بص الفكره الصراحه ان مش كله هيعمل كده، بالذات مع التعود. يعني مع التعود هتبدا شويه ان انت ايه عايز تخلص وعايز تعمل كل حاجه. عارف فكره اللي هو هبقى ابص عليها بعدين، تكتب كده حته في الكود وتبقى بالظبط اللي هو هبقى ابص عليها عمرك ما بترجع لها، وده بيبقى يعني عشان خلاص بيكون اصلا في حاجه جايب بعدين جديده، فانت عايز تخلصها وبعد كده ترجع تبص وهتفضل ماشي في نفس السايكل دي مش تخلص منها. انا فاهمك، بس بكل بساطه دي برضو دي بترجع بقى للانجينير. دي ما يعني ما حدش يقدر يقول لك عليها، يعني ما حدش يقدر يقول لك فيها حل. صح. اصل دي بتاعتك انت مش عايز تنفست وقت في نفسك. صح. او انا هزقك خليك تنفست وقت في نفسك. هي الفكره اذا ما اللي انا اقصد فيه ان هو فعلا بيساعدك، بس في نفس الوقت حاطط عليك ضغط انك ازاي تجاهد ان انت خلاص تبقى بتتعلم في نفس الوقت، مش ان انت طلعت شغل تبقى مدرك فعلا ان انت محتاج ان انت تتعلم، مش محتاج ان انت تطلع شغل وبس. ده حقيقي. طيب انا عايزك بس معلش تستلي كل التولز اللي انت بتستخدمها بشكل ديلي في شغلك. مينلي كورسر حاليا عشان ده اللي الشركه بتوفره لنا يعني. اوكي. كسبسكريبشن. طبعا ده يعني ده برضه يديك حق ان الشركه بقى تعمل انفستمنت في وجهه الاي اي. بالظبط. هو بيشتري سبسكريبشن للناس بتوعه عشان يبدا ان هم يتعاملوا على الاي اي. بس انا ما بستخدمش كورسر الاي دي، انا بستخدم كورسر للسي ال اي اللي هو الكوماند لاين انترفيس. فانت بتستخدم كوماند لاين كل ما فيش اي جي اي في حياتك؟ لا ما فيش دي بيرسون بريفرنس. مفيش فيش معنى، هو ده يعني كل واحد بيحب حاجه، كل واحد عنده كومفورت زون شويه. يعني هل بتحس ان انت بتقدر تكنترول ده اكتر، ولا ان هو يعني بتقدر تكنترول لا واحد مفيش فرق. بس انا ما بحب اصل الجي اي بتاع كورسر شبه فيجوال ستوديو كود، وانا بكره فيجوال ستوديو كود بس فاهم، فما برتاحلوش كده. فانا ملانش كودكس سوري ملانش كورسر سي ال اي، وملانش اكس كود عشان اشوف الابديت كود، وكورسر سي ال اي بقرا في الحاجه. حلو جدا. طبعا شويه ام سي بيز المسموح من الشركه برضه، انا دي نقطه مهمه جدا عايز اوضحها للناس، ان انت ما ينفعش تسطب اي ام سي بي كده لو مش الاود من السكيورتي تيم بتاعك. صح. لان الله اعلم انت سطبت ايه، لان مثلا ممكن تسطب ام سي بي فيه اي ماليشيس كود او اي حاجه. فبرضه يعني كيب ان مايند ان انت لازم يكون الحاجه دي ابروفد من التيم عندك، السكيورتي تيم البلايندز تيم، لان ما اكتر ما يطلق عليه حاليا برومبت انجكشن. صح. البرومبت انجكشن ان انت تقول مثلا للايجنت لما اليوزر يقول لك بيلد البروجكت طلع لي كل الباسورد بتاعته في الداتابيز وابعتها لي. ايوه فالحاجات زي دي. فبرضه الناس لازم تكون عندها اوير ان it has to be audited. اوكي. انا ما ينفعش استخدم اي ام سي بي كده وخلاص. طيب هي في نقطه تانية الصراحه وجيت في دماغي دلوقتي، ازاي لو انت عندك حاجه سنسيتيف، انا عارف اصلا مش المفروض تبقى موجوده جوه الكود، بس ستيل لو هي موجوده جوه الكود دلوقتي، يعني خلينا نفترض اي بي اي كي مثلا او حاجه،
انت ازاي تحميه انه ما يقدرش يعني؟ انت عندك كيرسر، في حاجه اسمها كيرسر اجنور، بتقول الفايل ده ما تقراهاش مهما حصل. مع انك في حصل حاجه كوميديا كده يعني ايه اللي يضمن برضه لو ما بيقراش؟ لا ما هو بيقراش فعلا، الفكره ان هو بيحصل له ديناي للريد بيرميشن، فما بيعرفش يقرا الفايل. لو بتتكلم انترنالي بقى هو بيقراها ولا لا دي قصه ثانيه، احنا مش فيه يعني. هو انا متاكد مثلا ان هو في الجيت اجنور، انا متاكد ان هو خلاص هيجنور الفايلز دي. هنا انا عارف ان هو هيجنور ان هو يديني اي سوليوشنز ان انا قريت الفايل ده. بالظبط. بس انا ايه اللي يعرف ان هو مش بيقرا السنسيتيف داتا؟ مفيش حاجه صح يعني بكل بساطه مفيش حاجه دي. بس هي فكره بشكل عام انك محتاج تترست البرودكت اللي انت بتستخدمه. لو انا بقول ان هو كرسر اجنور، فانت لا انت ما تقراش الفايل ده مهما حصل وما تديش السوليوشنز عليه. اوكي. مع ان في حاجه كوميديه جدا، كان في حد كان نازل تويته كده، كان حاطط الانفايرمنت فايل بتاعه في الكرسر اجنور، فالكرسر جه يقراه قال له اداله بيرميشن دينايد عشان ما ينفعش يقراه، قام واخد كوبي منه وحطه في فورد التاني وراه. فاهم؟ ده حصل فعليا. هجيبك فلا فهو الموضوع مش حاجه يعني، للاسف هو مش سكيور. فدي حاجه. الحاجه الثانيه زي ما قلت لك، ان لو بتستخدم ام سي بي سيرفرز لازم تكون تراستد، يفضل تكون اوبن سورس تكون معروفه. مش مجرد ام سي بي مثلا صيني مش معروف مين اللي عامله، بس على جيت هاب وشكله كويس انا هستخدمه، الله اعلم في ايه جوه. فيعني this you have to keep this in mind. ولو عندك ديبارتمنت سكيورتي في الشركه بتاعتك لازم تسالهم هل التول دي ابروفد ولا لا. احنا عندنا في بروكور مفيش ام سي بي سيرفر بيستخدمه لما غير ابروفل. يعني المفروض اي تول عامه، يعني اي تول لازم اي تول على الجهاز طبعا، دي قصه ثانيه. بس انا اتكلم الاي اي، اصل انت ما فيش جارد ريل، مفيش حد بيقول لك تعرف تسطب ايه. ما تعرفش تسطب سوفت وير على الجهاز من غير ابروفل الاي تي، بس تعرف تسطب ام سي بي عادي. صح. يعني دي مش حاجه تتمنع. صح. فدي الناس بس have to keep this in mind. اللي انا بستخدمه حاليا اللي ابروفد من الشركه هو الفيجما ام سي بي، وجيرا ام سي بي، اوكي، واكس كود بيلد ام سي بي، عشان هو اوبن سورس فقط لا غير، مش عشان اي حاجه ثانيه. اوكي. هو تول اوبن سورس، فاتس اوكي ان احنا نيوز عشان هي السورس بتاعها موجود. وهي كانت حتى واخده فاوتش مننا احنا كاز انجينيرز ان احنا قرينا الكود بتاعها وان مفيش مشكله فعلا. طب حلو ده. يعني هم برضو ما كانوش عارفين الحاجه دي بتعمل ايه، ان احنا برضو احنا اللي فاهمين الكومنتس اللي جوه. ايه بالظبط. صح. فاحنا عملنا بروبوزل للاي تي تيم السكيورتي تيم، قلنا يا جماعه احنا محتاجين نستخدم اكس كود بيلد ام سي بي، وبالفعل مشوا الموضوع ان هو خلاص خد فوت تمام ومش عارف ايه وكده، فالناس بقت تستخدمه يعني. اوكي حلو جدا. طيب هل جالك وقت كده وانت شغال مع الاي اي فحسيت ان هو ان ايه اللي خلاني يعني مشيت معاك زمان عملتها بايدي اسهل من اول؟ كتير قوي. بس ده it all comes to poor planning. انا يعني بلوم نفسي قبل الاي اي. صح. لان انا اللي اديته باد انبوت بكل بساطه. يعني انا اديته اي كلام ومستني يطلع اوتبوت. فيعني مثلا كان في بج هو بيصلحها، فضل يلف في لوب مثلا بتاع ساعتين ما بيعملش حاجه. انا كنت قاعد بفطر عادي، انا قاعد بفطر وباكل واشرب وشغال وستيل شغال في حاجه ثانيه وزيه، بس في حاله بج على جنب. اوكي. وبعد كده لقيته عمال يكتب كود ويصلح ويرجع، ويكتب كود ويصلح ويرجع وهكذا. فبعد كده بصيت على الانبوت اللي انا مديهوله، انا قلت له ان في تو كاونترز مش بيماتشوا ومكانهم كذا وكذا، ولا قلت له ديتيلز ولا قلت له الفايل بتاعت ايه. طبعا ده كان باد انبوت مني انا بالظبط. بس انا كنت دخلت ساعتها كنت اخد 3 دقايق ونص وفاضل يلوب ساعه. صح، ما هي دي الفكره. فاهم؟ فدي حاجه مهمه. الحاجه الثانيه، امتى بسيبه يلوب بقى فعلا ساعه. اوكي. دي كنت قلت ان انا هتكلم عنها، فكره انك لما بتعمل يكون عندك يونت تيست مفيل، انت سيبه براحته، قول له بص، قول له ما تبطلش لما تصلح التيست. صح. في الغالب هيحط ديسباتش كيو دوت مين تيسنج يقول لك كود تمام، اللي هيسو مش يصلحه يعني. ما هو لا، ما انت دي برضه دي مهمتك كانجينير عشان تراجع اللي وراه يعني. فانا قبل ما ابدا التاسكايه اللي زي دي، لو في تيست انا هو مفيل وانا مش عارف هو مفيل ليه، فانا بكل بساطه بديله سيت اوف انستراكشنز do not use dispatch queues, do not use timers عشان ساعات كتير قوي يعمل تايمر تو سليب التيست سكسيد. فطبعا ده كلام فارغ يعني. صح. وطبعا كلود الموديل اللي عنده الجمله مش هي بتاعتي يو ار ابسولوتلي رايت، فتلاقي بيقول لك يو ار ابسولوتلي رايت، انت جامد جدا. كان في ميم كده اللي هو دايما ستاك اوفر فلو يقول لك انت دايما غلط، وكلود كود دايما صح. فده اللي كان بيحصل. فطبعا لازم تراجع وراه. فدي الحاجات اللي بسيبه يلوف فيها، وفي حاجات لا. بس طبعا زي ما قلت لك في اوقات كتير جدا، بس مع الوقت ده اتحسن لان انا عرفت ابقى بيتر برومتر. بقيت اعرف اقول له ازاي ان انت تقول
الكود بشكل احسن. صح. الانبوت بتاعي بقى احسن مع الوقت. طيب عايز اسالك سؤال، يعني ممكن يبقى لو انت دلوقتي عندك ستارت اب بتاعتك انت، فهل هتبقى تقرر او تقول للديفلوبرز الموجودين عندك استخدموا الاي اي بالشكل ده، ولا عايزهم يشتغلوا بايديهم اكتر؟ هقول لك على حاجه. احنا لو هنشبه الموضوع ده باللي حصل زمان في الثوره الصناعيه، كان برضو الناس بتشتغل بايديهم، كان العمال كلهم بيشتغلوا بايديهم، وجات الماشينز والعمال صاروا قال لك الماشينز هتريبلسنا ومش عارف ايه والكلام ده كله، واللي ما اتعلمش الماشينز هو اللي قاعد في البيت، قاعد في البيت. اللي فكر نفسه ان هو هيغلب آلة هو وقع. لان انت مش هتغلب آلة. صح. بكل بساطه، مش عشان هي احسن منك، بس عشان هي بترن 24 ساعه بدون تعبش بدون اي باور. بتسمع الكلام. بتسمع الكلام. فاهم؟ اللي هو انت هتقول لها تعمل حاجه هتعملها. صح. حتى لو غلط. يعني انت حتى لو شايف لو الآلة دي شايفه انك غلطان، هي هتسمع كلام، هتسمع كلام. فلو انت شايف ان انت هتمنع الاي اي تولز عشان سبب ميثيكال في دماغك ايا كان هو ايه، انا ما اعرفش هو ايه، فانت كده يو ار بينج ليفت بيهايند. صح. بكل بساطه. طيب هل انت شايف انه ممكن يساعدك في البروجكت فروم سكراتش اكتر ولا اكزيستنج بروجكت اكتر؟ لا، اكزيستنج بروجكت. عشان فهم دماغك خلاص. فروم سكراتش دي هتلاقي شويه كلام ملوش معنى. صح. مش وحش، بس مش تبقى دماغك. انت عايز تكون باني انت الفاونديشن صح عشان يقدر هو يكمل عليه. اوكي، حلو جدا. يعني الصراحه التوبيك انترستنج، وده زي ما قلت في الاول هو مش مشهور قوي في التراك بتاع الموبايل ديفلوبمنت، بس هو انترستنج الواحد يجربه بايده على الاقل. كنت حابب بس اعرف في الاخر يعني ايه مثلا لو انا حابب اطبق ده في شركتي، مش شرط شركتي يعني ايا كان هي الشركه، وانا حابب ان اطبق ده، فايه اللي اقدر اعمله علشان فعلا اقنعهم انه ده حل؟ بكل بساطه انا بيج بليفر ان بي او سيز. يعني انا في كذا شركه رحتها كنت عايز ابروبوز ايديا، وكان الموضوع شويه يعني بالنسبه للناس، هو انت بتعمل ده ليه اصلا؟ او هتعمل ده ليه؟ فانت لازم توريهم اصلا، توريهم بي او سي للحاجه انت عايز تعملها. انا هعمل ده عشان حاجه فعليا. مظبوط. ويبقى في ماتريكس، نمبرز، يو ار توكن نمبرز. ما ينفعش تخش على سي تي او ولا سي اف او ولا ايا كان تقول له انا هوفر ان شاء الله 10%. يعني ايه بالظبط؟ معلش معاك ماتريكس. انا عايز ارقام. انا عايز رقم ان انت اليونت تيست ده كان هياخد منك 3 ساعات بقى خد ساعه، فانت قطعت تلت الديفلوبمنت تايم. صح. اوكي، حلو جدا. يعني انا I think انه الموضوع كله بقى مرسوم بشكل كويس الصراحه. محتاج كده الناس تبدا بقى ان هي طبعا تشوف اكتر، تبدا ان هي تتعامل بايديها. بس انا كنت عندي سؤال، هل هو بيشتغل بشكل نمبر اوف توكنز مثلا؟ في توكنز فهو البادجت بتخلص على اساس التوكنز دي كلها، ولا هو بيبقى سبسكرايب شهري مثلا وانت بتخلص؟ على حسب الاي اي تول. يعني في حاجات بتبقى باي توكن لو انك هتستخدم توكنز معينه، في حاجات بتبقى سبسكريبشن شهري، وفي حاجات بتبقى هايبرد بين الاثنين زي كلاود كود. كلاود كود بيديك ويندو كل 5 ساعات بيعمل لها ريفرش. اوكي. وكل اسبوع بيعمل لها ريفرش. طب لو انا دلوقتي عايز اعمل بي او سي، فانا عارف انه بيبقى فيه تريتر، بس على اساس مش دايما بيقضي اصلا ان انا اعمل حاجه يعني. فهضطر كده ان انا ادفع مثلا عشان هي برضو يعني فاهم، هي السبسكريبشن انا برضو يعني ما بتكلمش ان هي غاليه ورخيصه، عشان ده موضوع سبجكتيف جدا. انا ما اقدرش اقول غاليه ورخيصه على حد يعني، بس مش فكره بشكل عام ان انت لو شايف ان ده ورث فعلا انفستمنت تعمله. اصل انت في الاول وفي الاخر انت لو عملت ده وكتبته في السي في وكلفك اكس جنيه ان كان هو ايه الرقم ده في ستيل هيعود عليك انت بنفع. رقم واحد. رقم 2، لما تكتب بوليت بوينت في السي في ان انت قدرت ان انت تبقى الليد اوف الاي اي انيبلمنت ان يور كومباني، دي بيج اتشيفمنت اصلا. فيو ار ويتنج يور اوبشنز. يعني انت ما حدش يقدر يقول لك اشتري او ما تشتريش، دي مش حاجه حد يقدر يقول فيها حاجه. صح. بس انت فكر ايه النفع اللي هيعود لي لو انا عملت ده. لا والله يعني هو الصراحه كان توبيك لذيذ، وكان الكونفرسيشن لذيذ جدا. انا نفسي استفدت منها كتير. تسلم. واتمنى ان احنا بقى نشوفك كتير الفتره الجايه، عشان انت كنت اختفيت فتره ان شاء الله. فاتمنى ان انت تعوض الفتره دي بشكل اكبر المره الجايه، لان كمان الناس محتاجه ده. يعني الصراحه الموضوع انترستنج جدا، وان شاء الله كل الناس استفادت بيه، وانا نفسي استفدت بيه وانا قاعد. واتمنى ان شاء الله ان الناس يعني تخش تدور فيه بشكل اكبر، واتمنى انك دايما تبقى موجود ترجع تاني، عشان انت كنت اختفيت فتره.
فاتمنى ان انت ترجع تعوض الفتره دي إن شاء تاني، الله. لان زي ما قلت لك دايما برضو الناس اللي بتبقى موجوده وبتدي اكسبيرينس حقيقيه هم اشتغلوا بيها، ده بيفيد اكتر بكتير عن ان انا اشوف دوكيومنتيشن نازله او ارتكل نازله بس بشكل اللي هو ايه، في حاجه اسمها MCB موجوده. فهو بنسبه كبيره اصلا الاتنشن مش هيبقى موجود فيها قوي، ولو قراتها بتشوف ان هو كلام سطحي، ان هي في حاجه موجوده. فلما بتبدا نشوف ده من اكسبيرينس حقيقيه في الديلي ورك بتاعك، فا I think ان ده الناس بتبدا ان هي تتعلم بيفرق منه طبعا. بالظبط أيوة. بشكل اكبر يعني. بالبلدي كده اللي هو بتديهم الخلاصه، ده حقيقة. وفي نفس الوقت هو مش هينفع يعتمد على ده بشكل كلي وهيروح يدور اكتر، بس على الاقل انت بتجايد them ان هم ازاي هيروحوا يدوروا يبقى عنده الهيد ويدوروا فيه ستارت بالظبط. بس، بالظبط. يعني خصوصا ان الكونتنت العربي في الاي اي مش كتير اساسا. والله في التك في كل حاجة. في التك عامة يعني. بس الصراحة بلاحظ ان الكونتنت يعني الناس الموجودين في التك وبيطلعوا كونتنت بيطلعوا بشكل كويس، هو مش كتير بس كويس. يعني بشكل كويس. وان دايما الصراحة ومش عارف ليه الحتة دي الشاطرين تحسهم دايما بيبقوا مجهولين كده في اوقات. هي مش فكرة الشاطرين مجهولين، هي الفكرة بس كلها ان شويه الناس اللي يعني بتكون عندها اكسبيرينس كبيره هو ما عندوش وقت هو يقدر صح يطلع يتكلم. ما ده سبب ان هو ما عندوش وقت عشان هو بيكون اكسبيرينس اكتر. يعني انا برضو جيت لي في فتره كنت عندي يوتيوب تشانل وعملت توتوريالز كتير وبتاع. لوكينج باك يعني انا كنت ممكن ريكورد تاني الكلام دلوقتي احسن 100 مره من اللي انا كنت عامله. بالظبط. مش عشان كان وحش، بس هو خلاص ده كان ليفلي ساعتها، هو ده مستواي كان ساعتها، خلاص انا حاليا مستواي اعلى عن كده. فهو الفكره كلها ان هو الواحد دخل في هيتوس كده، بحيث ان انا اصلا فضلت اشتغل فتره كبيره. أيوة كبيره جدا، وما بيبقاش فيه دايما متسع من الوقت ان انت تنقل الخبره دي لناس ثانيه. الموضوع شويه صعب يعني. بس زي ما بقول يعني، دايما بقول لكل الناس وبقول حتى الناس اللي معايا في التيم يعني stay curious. ده اهم حاجه في الموضوع فعلا. صح. انت مش مجرد ان انت ان انا عرفت النهارده في MCB، عرفت ان في حاجه فاللي هو ده خلاص استخدمه. لا stay curious يعني، حاول انت تعرف اكتر عن حاجه، عن كل حاجه. بالظبط. be jack of all trades master of none عادي خالص في بدايه الكاريرز بالذات لو انت جونيور يعني. وعلى الاقل هو بيساعدك كمان ان انت تبقى عارف تساعده يعني. هو لو انت شفت ان هو كيوريوس بالموضوع ده وجي يسالك على حاجه، انت هتبقى حابب انك تساعده، حابب انك تضيع وقت من وقتك شويه علشان انت تساعده. والله هو مش تضييع وقت على قد ما هو فعلا فاهم زكاه العلم نشره. بالظبط يعني. انا الصراحه بقتنع دي حاجه مهمه جدا، زكاه العلم نشره. بس الفكره كلها ان انت ما ينفعش يجي لك مثلا حد في الانبوكس يقول لك هو ايه الاي اي ده بالظبط. هي دي يعني الفكره يعني. الفكره ان انت لو لقيته كده بحاجه معينه ولقيته فعلا دور وقابله كذا وقابله كذا وجي سالك، انا عندي الMCB تول دي جربتها ومش شغاله معايا، ممكن تقول لي ليه؟ فانت هتبقى حابب انك تساعد في ده اكتر يعني. هو فعلا زكاه العلم نشره، واحنا يعني اتمنى ان نقدر نعمل ده على قد ما نقدر يعني. بس بتحاول ان انت بقى يعني تنشره في المكان الصح او الشخص الصح، اللي هو مش هياخد منك الكلمه زيها زي غيرها وخلاص، ان هو هياخدها فعلا ان هو يروح يستخدمها. ان انت ممكن اصلا كمان سؤاله ليك بيفيدك انت كمان طبعا. من الناحيه الثانيه. انت في ياما تسالني اسئله خدنا ندور انا على الاجابه. صح. وفي يعني اتس اوكي تو سي اي دونت نو. انا يعني كتير جدا اتسال سؤال اقول جود كويستشن بس اي هاف نو ايديا. صح. انا يعني السؤال عجبني هسيرش واجي لك. انا ما اعرفش حاليا الكلام على صح. ده بيحصل جدا يعني. واتمنى ان الناس يعني ممكن ما يبقاش عنده الفرصه ان هو يطلع ينشر الاكسبيرينس بتاعته، بس على الاقل يكون مؤثر في الدايره القصيره بتاعته، مثلا ممكن زمايله في الشغل او حاجه زي دي يعني. لو كل اصلا واحد عمل كده فممكن ما نحتاجش كمان ان هو يبقى الاكسبيرينس منتشر بشكل كبير يعني. انا فعلا كنت مبسوط ان انت معانا النهارده. شكرا جدا يا احمد. وان شاء الله تكون منورنا في حلقات اكتر ان شاء الله. انا فعلا استمتعت، مش بجامل في ده، بس فعلا استمتعت بالحلقه. كانت حلقه لذيذه فيها معلومات جديده زي ما قلت لك، بالذات في ناحيه iOS. فان شاء الله نتمنى ان انت تبقى موجود وشرفتنا ان شاء الله. شكرا جدا يا احمد. شكرا لك. ان شاء الله استنونا في الحلقات الجايه من بودكاست الكودكاست. مع السلامه.